فيلمنا بيبدأ مع فينش اللي بيكون ماشي في مكان مهجور، ومن الواضح إن حصلت كارثة دمرت العالم، وبيبقى لابس جهاز في إيده بيقيس خطورة الجو وبيحذره من الظروف الغير مناسبة للحياة في المكان اللي هو فيه. فبيلاقي سوبر ماركت وبيدخله، وبيكون مع فينش روبوت صغير بيتحرك معاه. ولكن وسط ما هو بيدور في السوبر ماركت فجأة بيسمع صوت غريب وبيبتدي يستخبى لأنه بيكون خايف، بس في الآخر بيطلع إن مفيش حاجة وده كان مجرد صوت كركبة. وبيدور فينش في السوبر ماركت كله، وبعدين بيعمل علامة على الباب بتاعه إن المكان ده مفهوش حاجة مفيدة وإنه اكتشفه بالكامل. وبيركب العربية بتاعته وبيفتح الخريطة عشان يشوف هو رايح فين بعد كده، وبنكتشف إنه خلص كل الموارد اللي في المدينة اللي هو فيها، فبيتحرك بالعربية بتاعته. وفجأة الجهاز اللي معاه بيحذره من عاصفة جاية، فبيحاول فينش يهرب منها ولكنها بتبقى سريعة جدا لحد ما بيوصل فينش للمخبأ بتاعه في آخر لحظة، وبيقدر إنه ينفد بجلده منها بإعجوبة. وبيكون فينش عايش في شركة ضخمة لوحده هو والكلب بتاعه، وبيبقى واضح عليه إن صحته في النازل. وبنشوف روتين حياة فينش واللي بيبقى عبارة عن لعب مع الكلب بتاعه وقراية، وبيكون بيحاول إنه يعمل روبوت جديد. وبعدها بيقعد فينش يقرا عن الإشعاعات النووية وتأثيرها على الجسم وإزاي ممكن يتصدى ليها، وبيكون برضه كاتب مذكراته. وبنكتشف إن نهاية العالم بالشكل اللي عارفينه كانت في سنة 2028. وبيكمل فينش شغل على الروبوت الجديد وبيبتدي يضيف له معلومات عن طريق الكتب اللي موجودة في المكتبة بتاعته. وبعد فترة من الشغل عليه قدر أخيرا إنه يشغل الروبوت، وبيكون متطور أكتر من الروبوت القديم اللي معاه، وده لأنه قادر على فهم الكلام وقادر يتكلم وعنده معلومات كتير بسبب الكتب اللي حطها فينش في قاعدة البيانات بتاعته. ولكن بيكون الكلب بتاع فينش مش طايق الروبوت الجديد وحاسس إنه شرير، بس فينش بيكون مبرمج الروبوت ده على عدم إيذاء الكلاب والبشر، وإنه ياخد باله من الكلب بتاعه في غيابه لأنه مهم بالنسبة له. في الوقت ده الكهرباء بتفصل عن المكان كله، فبيروح فينش يصلح طواحين الهواء اللي بتنتج له الكهرباء، ولكنه بياخد باله إن في عاصفة مدمرة داخلة على المكان، فبيصلح الكهرباء وبيرجع بسرعة للروبوت وبيطلب منه تحليل الطقس في الفترة اللي جاية. فبيقول له الروبوت إن في 15 عاصفة مدمرة وكلهم جايين في الطريق وهيجتمعوا فوق المكان اللي فينش فيه. فبيسأل فينش روبوت العواصف دي هتفضل لكام يوم، فبيقول له تقريبا 40 يوم. وساعتها بيبدأ فينش يستعد عشان يهرب من المكان قبل ما العواصف تيجي عليه، وده لأنه مش هيقدر ينجو الفترة دي كلها. فبيبتدي يجهز الكلب وبيجهز الروبوت الجديد وبيوصل الراس ببقية أجزاء الجسم، وبيقرر إنهم يروحوا لسان فرانسيسكو عشان يكمل حياته هناك. ولكن بيكون في مشكلة، الروبوت لو مشوا دلوقتي هيبقى نسبة نقل البيانات 72% بس، يعني هيكون في معلومات لسه ما يعرفهاش. ولكن فينش بيكون مش مهتم وبيقول احنا لو فضلنا هنا هنموت كلنا. وبيستعد فينش وبياخد اللي يقدر عليه وبيركب العربية بتاعته هو والكلب والروبوت القديم اللي اسمه دوي والروبوت الجديد، وبيتحركوا في اتجاه سان فرانسيسكو. ولكن في وسط الطريق بيقفوا عشان الروبوت الجديد بيحصل فيه مشكلة وفينش بيحاول يحلها، وبيبقى الروبوت ده فضولي جدا وكلامه كتير. وبعدها بينزل فينش والروبوت وبيروحوا المسرح كان موجود وبياخدوا شوية حاجات مفيدة من هناك، ولكن بيمشوا بسرعة من المكان لأن بيكون في إعصار جاي في الطريق ليهم. فبيحاول فينش إنه يهرب من الإعصار المدمر ده عن طريق إنه يتجه ناحية الجبال بحيث إن الجبال تقلل شوية من شدة الإعصار، ولكن بيكون فينش مش هيلحق، وده لأن الإعصار سريع جدا. فبيقرر فينش إنه يوقف العربية وبينزل وبيبتدي يثبت العربية بأوتاد في الأرض. ساعتها جسم فينش بيبدأ ينهار، فبيتدخل الروبوت وبيساعده قبل ما الإعصار يوصل بلحظات، وبيدخلوا جوه العربية والإعصار بيضربهم وبيفلتوا منه بمعجزة. ولكن في واحدة من عجلات العربية بتبقى اتدمرت، فبيبتدي فينش يغيرها بمساعدة الروبوت. وبعدها بيقعد فينش يتكلم مع الروبوت الجديد وبيقول له أنا عايز أسميك اسم. فبيقعد الروبوت يفكر وبيبقى بيختار أسامي غريبة قوي، وبعد عناء الروبوت بيقرر يسمي نفسه جيف. وبيحاول جيف إنه يتعامل مع الكلب بتاع فينش، ولكن الكلب لحد دلوقتي بيكون لسه مش واثق في جيف. وبعدها بيكملوا طريقهم وبتكون حالة فينش عمالة تزيد سوء، فبيقف في نص الطريق لما بيشوف مطعم وبينزل وبيقعد هناك شوية. ولكن بيكون جيف قاعد بيتخانق مع الكلب، ففينش بياخد الكلب معاه وبيطلب من جيف إنه يفضل في العربية. فبيتضايق جيف من الموضوع ده وبيروح عند الدركسيون وبيكون عنده فضول عشان عايز يجرب السواقة، وبيقعد يشغل في أغاني وبيسوق العربية، ولكن بيخبط في عربية تانية وفينش بياخد باله. وساعتها بيطلب من جيف إنه يسيب العربية ويجيب له البدلة اللي بتحميه من الأشعة فوق البنفسجية لأنه ما أخدهاش لما
لما نزل. فبياخد جيف العربية وبيرجع بيها على أساس إنه بيجيبها له لحد عنده وبيخبطها من تاني. فبيتعصب فينش أكتر على جيف وبيقول له أنا والكلب ده مش هينفع نتحرك من غير البدلة دي لأن الأشعة فوق البنفسجية بتقتلنا. وبيطلع فينش إيده من الظل اللي هو كان واقف فيه وبيعرضها للشمس لمدة ثواني وبتتحرق. ساعتها بيقول فينش لجيف أنت عندك مهمة واحدة بس وهي حماية الكلب ومساعدتي، مش فاهم إيه الصعب في اللي أنا بقوله، إحنا مش صحاب، أنا عايزك تخلص مهمتك وبس. وبيركبوا العربية من تاني وبيكون جيف متضايق وواخد جنب بسبب كلام فينش. فبيحاول فينش إنه يفرفش جيف وبيقول له تعالى أعلمك السواقة، وفعلا بيقعد يعلمه وبيكون في الأول مش عارف يسوق ولكن بيتحسن مع الوقت. وفي الليل بيخيموا بره العربية وبيقعد فينش يدي شوية نصايح لجيف وبيقول له اوعى تثق في البشر أبدا، وده لأنهم دلوقتي مجانين والكل بيحاول ينجو بنفسه وممكن يكونوا سبب في هلاكك. وفي تاني يوم بيصحى فينش وبيكون التعب شد عليه وبيجي جيف وبيحاول يساعده وبيعمل له كمادات وبيكون فينش مش قادر يتحرك من مكانه. فبيسوق جيف بداله وبيوصلوا لحد مدينة موجودة على الطريق وبينزل جيف ومعاه الروبوت القديم عشان يعملوا بحث في المنطقة على أكل وشوية حاجات تفيد فينش. وبيبتدي يتحرك جيف وبيقعد يردد القواعد والمعلومات اللي كان فينش محفظها ليه قبل كده. وفي الوقت ده بيصحى فينش وبيعرف انهم بره فبيطلع يجري وراهم عشان يلحقهم قبل ما يحصل لهم حاجة. وقتها الروبوت الصغير بيلاقي علبة حلويات وبيكون عايز ياخدها ولكن العلبة دي بتبقى فخ والروبوت بيتم تدميره بسبب الفخ ده. وجيف بيلاقي مجموعة من المعلبات وبيبتدي انه ياخدهم. ساعتها فينش بيدخل المكان وبيبتدي يدور عليهم وبيلاقي الروبوت الصغير وهو متدمر وبيبقى حزين ومتعصب بسبب فراقه. وبيروح يدور على جيف ولما بيلاقيه بيبقى متعصب عليه قوي بسبب الغباء بتاعه. فبيقول له جيف انت قلت لي لازم ابتدي انا وابقى مبادر. فبيقول له فينش ايوه بس لازم تبادر بذكاء مش بغباء زي ما انت عمل. وبيكمل فينش كلامه وبيقول له مش وقته، احنا لازم نهرب من هنا بسرعة قبل فوات الاوان. وفعلا بيركبوا العربية وبيبدأوا يهربوا من المنطقة وبيكون فينش تعبان على الاخر فبيطلب من جيف انه يسوق بعيد عن المنطقة اللي هم فيها. وساعتها بيروح فينش في النوم وبيكون مش ملاحظ ان في حد بيلاحقهم. وبيمر الوقت وبيصحى فينش بالليل وبيشوف ان في حد لسه بيلاحقهم بعد كل ده وبيبقى عايز يهرب بسرعة قبل ما يحصل لهم حاجة. فبيقفل كشافات العربية وبيطلب من جيف انه يسوق بسرعة. وفعلا بيمشوا بعيد عن العربية اللي بتطاردهم ولكن في الوقت ده فينش بيطلب من جيف انه ياخدهم طريق تاني. وفعلا بياخدوا طريق غير ممهد وبيكون قدامهم نفق صغير فينش عايز يدخل جواه ولكن جيف بيحذره وبيقول له العربية طويلة ومش هتخش. ولكن فينش بيتعصب ومش بيهتم بالكلام ده وبيبقى عايز يدخل النفق. وفعلا بيدخلوا النفق وده بيدمر الألواح الشمسية اللي كان فينش حاططها فوق سطح العربية وكمان العربية بتتحشر ومش بتبقى راضية انها تدخل. وفي الوقت ده العربية اللي كانت بتطاردهم بتقرب اكتر وبتكون خلاص هتعدي فوق النفق اللي العربية محشورة نصها بره النفق ونصها جواه. فبيتهور جيف وبينزل من العربية وبيزقها لحد ما بتدخل جوه النفق بشكل كامل. وبتيجي العربية اللي كانت بتطاردهم وبتبقى فوق النفق ومش بتشوف عربية فينش فبتمشي من تاني. ساعتها الدنيا بتبدأ تمطر وبيكون فينش متعصب وبيقول انا خلاص هموت كده. فبيحاول جيف انه يشجعه ولكن من غير اي فايدة. وبعد فترة بيحكي فينش قصة لجيف ودي كانت قصة نهاية العالم وبيقول له ان العالم كان كويس لحد ما فجأة حصل انفجار شمسي وهو اللي سبب كل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده. وفي ناس كتير ماتت في اول الموضوع لانهم ضعفاء وباقي الناس بدل ما يحاولوا اعمار الارض قرروا انهم يبقوا طماعين وينجوا بنفسهم وكل واحد ابتدى يسرق ويقتل ويعمل اي حاجة عشان يفضل عايش. وبيبدأ يكلمه عن نفسه وبيقول له انا كنت بحاول انجو بنفسي لحد ما في يوم من الايام قابلت ام وبنتها والبنت دي كانت شايلة شنطة وكانوا كلهم في سوبر ماركت بياخدوا الموارد اللي فيه وفينش كان مستخبي منهم. وده لان الام كانت بتقول للبنت خلي بالك لو اي حد ظهر قدامك اقتليه على طول. وفينش ما كانش عايز مشاكل. وفجأة وسط ما هما بيجمعوا الموارد جت عربية تانية وكان فيها راجل مجنون وشايل سلاح في ايده وقتل البنت الصغيرة وامها. ولما مشي الراجل راح وحاول ينقذهم من الموت ولكن مفيش فايدة لانهم كانوا فعلا ماتوا. بس كان سامع صوت جاي من الشنطة بتاعت البنت الصغيرة فبيفتحها وبيلاقي كلب صغير بيرتجف من البرد وبيكون الكلب ده هو الكلب اللي عايش معاه. وبيقول فينش الكارثة اللي حصلت دي حولت الناس لقتلة ومختلين عقليا ولكن حولتني انا الجبان. المهم بيفضلوا مكملين في طريقهم على امل انهم يوصلوا لسان فرانسيسكو وبيكون جيف برضه
برضه هو اللي بيسوق لأن حالة فينش الصحية ما تسمحلوش إنه يسوق، وبيكون فاضل لهم 772 كيلو على سان فرانسيسكو. وفي وقت ما بيكون جيف سايق فجأة بيظهر إشعار من الجهاز اللي بيقيس مستوى الأشعة فوق البنفسجية إن المكان اللي هم فيه مستوى الأشعة قليل جدا. وفجأة جيف بيخبط في فراشة وطبعا مش بيبقى عارف هي ايه دي، فبيصحي فينش وبيقول له انت لازم تشوف ده. فبيصحى فينش وبيشوف الفراشة وبيبقى مش مصدق انه لقى كائنات حية، وبيخرج بره العربية وبيلاقي ان الشمس مش بتحرقه زي الطبيعي لان مستوى الأشعة قليل جدا وآمن ويقدر يعيش هنا. فبيفرح جدا لان بقاله كتير قوي ممشيش في الشمس من غير البدلة. فبيقعد هو وجيف في الشمس وبيتكلموا، وبيكون واحد من أهداف فينش انه يروح سان فرانسيسكو لان ابوه كان هناك وهو كان نفسه يشوفه لانه سابه وهو لسه طفل صغير. فبيتحمس جيف وبيقول له طب يلا بينا نكمل المشوار، قدامنا 18 ساعة بس. لكن فينش بيكون حزين وبيقول له مش هينفع انا خلاص بموت. وبيحزن جيف لما بيسمع الكلام ده. وقتها فينش بيقول له انت لازم تاخد بالك من الكلب لما موت، وبيقعد يعلم جيف ازاي يلعب مع الكلب ويهتم بيه، لحد ما فجأة فينش بيتعب اكتر وبيبتدي يكح دم. فبيحاول جيف انه يسند فينش وبيقول له انا اقدر اعمل لك ايه. فبيضحك فينش وبيقول له انت عملت لي كتير، وبيحضنوا بعض. وبيفضل يحاول فينش لحد ما بيدخل العربية وبينام جوه. وفي الوقت ده بيموت فينش وبيحزن الكلب وجيف عليه. وبعد ما بيودعوه بيكون جيف قاعد مش عارف هيعمل ايه بعد فينش. فبيقرر انه يهتم بالكلب وبيبتدي يديله اكل، وبيبتدي الكلب يثق في جيف وبيقعد يلعب معاه. وساعتها بيفرح جيف بالموضوع وبيقرر انه يحقق حلم فينش ويروحوا لسان فرانسيسكو ويقفوا على الكوبري الشهير اللي موجود هناك. وبيقعد يتخيل لو فينش كان معاه في الرحلة دي ووصل لهناك وقد ايه كان هيبقى فرحان. وبيرسم رسمة ليه هو وفينش والكلب بتاعه وهم واقفين على الكوبري مع بعض وفي سعادة. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد. ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.